يا عم خلي جعده ما بيني وبينك نسند بالك فوق عيني يا وليلي كذا يا مويه بالك فوق عيني وليلي كذا يا جرح ماذي كبده ويلي اثاري الخرج ضارة تحدي لكن وهو على المدى نخبره علينا الشعر وسدي نادت اناديك ما يشجي لك نداي يا ولاد ما تابي والاخوات بي من بعد يا حسين ما يا الوايات يا انا ظل القطع ونقطع رجوات ويلي شمسي مصواب ويلتقي معاي يا خويا والماي ويا ابو اليسعداي خويا بداي يا رمان اختك غليت وياك مثل بداير عزتي انا بيخوها اليوم بداير ولدها القوم لا يا بنت رزقك سمية وبأتجهي وداري عقبكم يا اخوتي ظل يدخل يا خويا وانا صيح وحقايق ما شفت راحل وانا صيح خويا زجر كل ساعة يزجرني وانا صيح لو انحاضر يا ابو الشيمة وانا صيح خويا بس ما جسر واحد جرت المجامع يوم الشيم شمرة عن ساعدة ومتنا زينب الزهراء
صرخت ونادت والفؤاد تفطر انعم جوابا يا حسين ما ترى شمر الخنا بالسوط آية لما أرلعي أرضيت يعلوني سيايا طوبا الخنا وأنا العزيزة قد عضايا الربي الظنا قل لي فديتك ليت عايا جلل الفنا فأجابها من فوق شايقة القنا قضي القضاء بما جرايا فاسترجعي أخي زينب حكم القضاء عليك رايا ابو المشعري حكم القضاء عليك رايا ابو المشعري فعلى السباع والضرب يا اخت اصبري صبرا كما صبر الذي سكن الغريب وتكفلي حال اليتامى والغريب وتكفلي حال اليتامى والغريب ما كنت أصنع في حماياهم فاصنعي خويا وصيت يا زينب العيال خويا عينك دحطيها من الأطفال تدري يوم ربعتي ومن الشميس يرسلهم ظلال لا يا دب خويا انا بعيني لباري لك عيالك يا خويا بروحي لا سجد لك والمايات لا يرضى بدالك يا خويا نحن تركنا فدالك إلهنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك بأحب الخلق إليك محمد وآله أن تقضي حوائجنا للدنيا والآخرة.